كلنا أو معظمنا بنلاقي نفسنا ساعات كده غرقانين في دوامة أفكار حرفياً ما بتنتهيش. بنقعد نحلل كل كلمة وكل موقف لحد ما بنوصل لمرحلة الإرهاق التام. النهاردة بقى هنشرح إزاي ممكن نكسر الدايرة المفرغة دي ونوقف التفكير الزائد. تخيلوا معايا الموقف ده، لحظة صغيرة جدا، زي أن شريك الحياة يكون سرحان وهو قاعد على العشاء. فجأة وبدون أي مقدمات العقل بياخدنا في رحلة سريعة لأكتر استنتاجات سلبية ممكنة. دي بالظبط، دي بتكون بداية الدوامة اللي هنتكلم عنها النهاردة. طيب خلينا نتعمق أكتر. الدكتور جيفري بيرنستاين بيوصف التفكير الزايد وصف عبقري. بيقول إنه المعادل الذهني للدوران في نفس المكان. يعني إيه؟ يعني بنستهلك طاقة ذهنية جبارة في حلقات تفكير بتلف وتدور في نفس النقطة، والأهم من كل ده من غير ما نوصل لأي حلول حقيقية. طيب في تحليلنا النهاردة هنمشي إزاي؟ الموضوع بسيط، 4 خطوات سريعة. الأول هنفهم دوامة الأفكار دي عاملة إزاي، بعدين هنعرف إحنا ليه أصلاً بنقلق وبنفكر زيادة، وبعدها هنتعرف على 5 أنماط شائعة للتفكير ده، وفي الآخر خالص هنديكم مجموعة أدوات عملية وفعالة عشان نخرج من الحالة دي. يلا بينا نبدأ بالقسم الأول، دوامة الأفكار. شوفوا، عشان نحل أي مشكلة أول خطوة وأهم خطوة هي إننا نفهمها صح. فيا ترى التفكير الزايد ده بيبقى شكله وإحساسه إيه بالظبط؟ الدكتور بيرنستين بيشبه للحياة بحاجة عاملة زي شريط متحرك وعليه تحديات ومشاكل بتجيلنا ورا بعض. التفكير الزائد بيعمل إيه بقى؟ بيخلي الشريط ده كأنه شغال على أقصى سرعة. بنلاقي نفسنا بنعاني عشان ناخد أبسط القرارات، ولما ناخد قرار نفضل نعيد ونزيد فيه، وطبعا نسهر طول الليل نفكر فيه طب ماذا لو، وكل مشكلة يومية صغيرة بتتحول لكارثة. تمام، نخش على القسم التاني، ليه بنقلق؟ خلينا ننتقل من سؤال إيه اللي بيحصل لسؤال ليه أصلاً بيحصل؟ إيه السبب اللي بيخلي عقلنا يعلق في الدوامات دي من الأساس؟ طيب هو احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنعلق في تحليل كل صغيرة وكبيرة؟ الإجابة ممكن تكون مفاجأة شوية. التفكير الزائد ده غالباً بيكون وراه هدف خفي احنا مش واخدين بالنا منه. الحقيقة بقى إن خبراء زي تينا جولبرتسون بيقولوا إن التفكير الزائد ده بيكون زي ستار دخان، يعني آلية دفاعية بنستخدمها عشان نهرب من مشاعر أعمق وأصعب مش عاوزين نواجهها. بنفكر زيادة عشان نتجنب إننا نغلط غلطات مؤلمة، أو عشان نحمي نفسنا من الإحساس بالضعف، أو يمكن عشان نتجاهل حقيقة إحنا عارفينها بس مش على هوانا. القسم الثالث 5 دورات من اكترار الأفكار. خدوا بالكم، التفكير الزائد مش مجرد حاجة واحدة وخلاص، لأ، ده ممكن ياخد أنماط معينة ومتكررة، ولو قدرنا نميزها ده هيكون أول الطريق للحل. عالمة النفس أليسيا مونيوس حددت 5 دورات شائعة جدا. أولاً اللوم، سواء بنلوم نفسنا أو بنلوم غيرنا. ثانياً السيطرة، ومحاولة فرض وجهة نظرنا على كل حاجة. ثالثاً الشك، اللي هو عدم اليقين المستمر في كل قراراتنا. رابعاً القلق وتوقع أسوأ السيناريوهات دايماً. وخامساً الشفقة على الذات والإحساس إن وضعنا ده ميؤوس منه. وغالباً كل واحد فينا بيكون عنده نمط معين بيقع فيه أكتر من غيره. ودلوقتي نوصل للقسم الرابع والأخير، مجموعة أدواتك العملية. خلاص فهمنا المشكلة وأسبابها وأنماطها، جه بقى أهم جزء، الحلول. هنقدم لكم مجموعة استراتيجيات فعالة ومدعومة علمياً عشان نكسر الحلقة دي نهائياً. بس قبل ما نخش في الحلول في نقطة مهمة جدا لازم نفهمها. الهدف مش إننا نخلي عقلنا صفحة بيضاء، ده شيء شبه مستحيل. الهدف الحقيقي هو إننا ندي عقلنا اتجاه جديد، اتجاه إيجابي يتحرك فيه بدل ما يفضل يلف في نفس الدايرة. العملية كلها بتتلخص في 3 خطوات بسيطة ومباشرة جداً. أولاً إيقاف الدوامة، ثانياً إعادة صياغة الفكرة، وثالثاً التحرك بالفعل. ال3 خطوات دول هم جوهر كل الأدوات اللي هنتكلم عليها. يلا نبدأ بأول وأهم خطوة، إيقاف الدوامة. الفكرة كلها إننا لازم نلحق حلقة الأفكار دي وهي شغالة ونوقفها قبل ما تسيطر علينا تماماً. طيب نعمل كده إزاي؟ أول حاجة لاحظ الدوامة. مجرد ما تاخد بالك وتعترف إنك بتفكر زيادة ده في حد ذاته بيبطئها. تاني حاجة ارجع للحظة الحالية. في تكنيك بسيط اسمه 5 4 3 2 1. لاحظ 5 حاجات شايفها بعينك، 4 حاجات لمسها، 3 أصوات سمعها، ريحتين ممكن تشمهم، وطعم حاجة واحدة. وأخيراً اعمل أي حركة جسدية بسيطة. خد نفس عميق أو هز كتفك، أي حركة بتكسر سلسلة التفكير التلقائي في المخ. تمام، ننتقل للخطوة الثانية، إعادة الصياغة. دي بصراحة تقنية عبقرية اسمها إعادة الصياغة المعرفية، طورها الدكتور ألبرت أليس، وهي أساس العلاج السلوكي المعرفي كله. بصوا على المثال ده عشان نفهم الموضوع عملياً.
بدل ما الفكرة تكون والدي بيزن على مستقبلي، هو أكيد شايفني لسه عيل ومش واثق فيا، ممكن نعيد صياغة الفكرة دي ليه؟ زنه ده ممكن يكون نابع من قلق وحبه ليا وخوفه عليا. شايفين الفرق؟ بنحول فكرة سلبية وغير مفيدة خالص لفكرة تانية واقعية أكتر ومفيدة. وعلشان نساعد نفسنا نعمل ده، في كام سؤال كده ممكن نسألهم لنفسنا. إيه تاني ممكن يكون حقيقي في الموقف ده؟ هل الفكرة اللي بفكر فيها دي مفيدة ولا مجرد إنها ممكن تكون حقيقية وخلاص؟ هل الفكرة دي مبنية على حقائق ووقائع ولا على مجرد مشاعر؟ والأهم، إيه اللي ممكن أتعلمه من الموقف ده كله؟ وصلنا للخطوة الثالثة والأخيرة، التحرك بالفعل. هنا بقى بنحول كل الطاقة الذهنية اللي كانت ضايعة في التفكير الزايد ده لفعل حقيقي وملموس يحركنا لقدام. طب نعمل إيه يعني؟ الموضوع بسيط. أولاً اكتب أفكارك دي على ورقة، مجرد كتابتها بيخلق مسافة بينك وبينها وبيديك منظور مختلف. تانياً فرق بين اللي تقدر تتحكم فيه واللي ما تقدرش، اعمل دايرة حوالين الحاجات اللي في إيدك واشطب تماماً على الباقي. وأخيراً حدد وقت معين للتفكير، يعني قول لنفسك أنا هفكر في الموضوع ده لمدة 15 دقيقة بالظبط وبعدها هتصرف. إذن عشان نلخص كل اللي قلناه، الخلاصة هي التفكير الزائد غالباً بيكون آلية دفاع ضد مشاعر أعمق. مهم جداً نحدد النمط بتاعنا من الخمسة: لوم، سيطرة، شك، قلق، أو شفقة على الذات، ونستخدم مجموعة الأدوات اللي من 3 خطوات: إيقاف الدوامة، إعادة الصياغة، والتحرك بالفعل. ولازم نفتكر دايماً الهدف مش إننا نفرغ عقلنا، الهدف هو إننا نوجهه صح. وده بيوصلنا لآخر سؤال، إيه هو أصغر فعل ملموس ممكن أي شخص ياخده دلوقتي حالاً عشان يبدأ يخرج من دوامة التفكير؟ مش بكرة، مش بعدين، دلوقتي. الإجابة على السؤال ده هي بداية الطريق كله.